طالما الواحدة بقت ب3 جنيه فلازم نعملها في البيت، أنضف وأحسن بكتير جدًا من برّه، وكمان طعمها وريحتها حاجة كده تحفة. النهارده هاعمل معاكم الفلافل أو الطعمية بالمصري. بس يا ريت لو انتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش لايك وشير للقناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان خاطر يجيلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. يلا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. أهم حاجة كده بجيب ربع كيلو من الفول البصارة وبنضفه كويس جدا من أي حاجة ما تكونش مستحبة فيه، يعني سوساية أو أي حاجة تكون شوائب كده مش حلوة. بجيبه بقى كده المية أهم حاجة وبغسله كويس جدا، اي حاجه تكون فيها شوائب وبغسلها كويس، وبعد كده بصفي الميه وبحط بقى ميه نظيفه. وبعد ما احطه بقى بحط كده الميه النظيفه ديت واسيبه ان هو اغسله كويس جدا لحد لما الميه بتاعته تكون لونها فتحت كده. وبعد كده بحطه بقى من 12 ساعه ل 24 ساعه لحد لما يبقى بالقوام دوت ان هو الواحده تنفش كده وتبقى بالحجم دوت. اهم حاجه ان احنا ما نقعدهوش اكتر من 24 ساعه عشان خاطر الريحه بتاعته ما تكونش وحشه. بجيب بقى هنا معايا ربطه من الكرات دوت وبنضفه كويس جدا كده من اي حاجه تكون صفرة او اي حاجه ما تكونش حلوه فيه. ومعايا كمان ربطه من الكزبره وكمان معايا ربطه من البقدونس. هنضف كل بقى الخضروات بتاعتي ديت. وكمان معايا هيكون بصلايه حجمها كبير. هنضف كل بقى الخضار بتاعي دوت، وبعد كده هجيب البصلايه بتاعتي وابتدي اقطعها كويس جدا، وهجيب الكبه بتاعتي وهطحنهم فيها. طبعا انا هنا التقطيعه بتاعت الخضار بتاعتي كبيره لان انا كده كده هطحنهم في الكبه بتاعتي. طب في ناس هتقولي ان انا ما عنديش كبة اعمل ايه؟ ممكن تطحنوه في الخلاط، شفشق الخلاط، بس هياخد معاكم وقت شوية. وكمان هتضيفوا معاهم مية علشان خاطر يقدر يطحن معاكي ويكون الطحن ناعم. انا هنا بقى هطحنهم في الكبة، وبرضو لما بحطهم في الكبة بحط عليهم ميه بسيطه، يعني كل عبوه كده من الكبه بتاعتي بحط عليهم بتاع ربع كوبايه من الميه او اقل شويه. طبعا ممكن تكون الكبه بتاعتكم قويه وما تستحقش ان انت تحطي عليها ميه، ده طبعا هيكون كويس جدا. بصوا انا بفضل افرمها لحد لما يكون فرمها ناعم كده بالظبط زي لما بنجيبها من عند المحل اللي هو بيبيع الفول والفلافل. عايزه اقول لكم ان ريحتها كده بجد حقيقي حلوه قوي قوي قوي. بصوا بقى ما شاء الله خضرة وجميله وحلوه جدا عن لما هي بتاعت بره كده بيكون لونها ابيض، بيحطوا فيها اللي هو العيش دوت، وبصراحه بيحطوا فيها حاجات غريبه. انا طبعا هنا بحط معلقتين ملح صغيرين وبقلبهم بقى مع بعض كويس. وطبعا يلا بينا بقى نقلي ونشوف النتيجه بتاعتنا هتكون عامله ازاي. بحط الزيت، واهم حاجه ان الزيت بتاعنا يكون سخن يا جماعه علشان خاطر ما تلزقش معاكم في الطاسه. وطبعا الحجم دوت بقى بتاع الفلافلايه على حسب الراحه بتاعتكم انتوا بقى، حجمها كبير حجمها صغير براحتكم. الحشو ده دوت ممكن تحشوها، اللي هو الحشو بتاع الفلافل بيكون بصلايه متقطعه ويدوبك بتشوحيها على النار مع حبه في كزبره ناشفه وحبه فلفل حامي او حبه شطه. طبعا انا حطيت السمسم بقى وقليتها، وعايزه اقول لكم بجد ريحتها حلوه جدا بجد. اوفر واحسن، وضامنه ان الحاجه تكون نظيفه وحلوه جدا، وضامنه ان انتي بتاكلي بنظافه بيتك ونظافه ايدك عاملاها ازاي. واكيد طبعا الواحده لما تكون ب3 جنيه، يعني اكيد لما نعملها في البيت اكيد اوفر بكتير. يعني 3 جنيه مش محشيه، يعني ب5 جنيه الواحده المحشيه، فده حاجه كتيره قوي بصراحه. اكيد هنعملها في البيت هتكون اوفر. انا بقى هنا طبعا حطيت وبقلبها كويس جدا. اهم حاجه ان الزيت بتاعنا يكون سخن اول لما نحط الفلافل، وبعد كده بنهدي النار علشان خاطر القلب بتاعها يستوي ما يكونش ني. بجيب بقى الرغيف بتاعنا البلدي وهبتدي احط بقى الطعميه بتاعتي او الفلافل اللي حلوه جدا بجد، اتمنى تجربوها. بصوا قلبها اخضر كده وجميله بجد حقيقي تحفه. طبعا بقى يا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو انتوا حابين اعمل لكم فيديوهات زي ديت كتير، وتكتبوا لي في التعليقات لو انتوا حابين اي سؤال، انا معاكم.
وريت تكتبوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. انا بقى هنا جبت الكابوتشايه بتاعتي وقطعتها كده وحطيت طماطم، وكمان هحط قرن فلفل حراق. طبعا السندوتش ده بقى عايزين تحطوه بقى عليه الحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها، اي صوص او اي حاجه بتحبوها، طحينه، اي حاجه. بجد حقيقي حلو جدا. يا ريت ما تنسوش لايك وشير للقناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان خاطر يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. انا حطيت بقى هنا حبة كزبرة، وكمان عايزين بقى تخزنوا الوصفة بتاعتي او العجينة بتاعتي ديت، بتحطوها في اكياس تلاجة وبتشيلوها في التلاجة. انا حطيتش طبعا عليها بيكنج اللي هي الكربونات ولا اي حاجة، عشان خاطر بتكون لسه مضروبة فبتكون هشة وحلوة. اما لما بتحطوها في الفريزر بتكون مكتومة شوية، فممكن تحطوا لها حبة كربونات وانتوا بتقولوا، او ممكن كمان تضيفوا عليها بيضة وتضربوها مع بعض كويس برضو وتقلوها، طبعا على حسب راحتكم، بس بتكون حلوة جدا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم. طبعا بنحطها في الفريزر